الرهان، قصة قصيرة كتبها أنطون تشيخوف عام 1889. يعود المصرفي بالذاكرة إلى تلك المناسبة التي حدث بها الرهان قبل 15 سنة، فيتذكر ذلك النقاش الذي دار بين ضيوف حفلته حول عقوبة الإعدام، حيث أنه أيد هذه العقوبة لأنه يرى أنها أكثر إنسانية من السجن مدى الحياة، في حين أن المحامي الشاب خالفه الرأي مصرا على أنه سيختار السجن مدى الحياة على الموت. وافق الاثنان على رهان قيمته $1,000,000 يدفعها المصرفي للمحامي إذا استطاع أن يعيش منعزلا في حبس انفرادي لمدة 15 عاما. تم سجن المحامي في غرفة صغيرة، وقد كان يمضي أوقاته في قراءة الكتب والكتابة والعزف على البيانو والدراسة وشرب الخمر وتعليم نفسه. في البداية عانى المحامي من الوحدة الشديدة والاكتئاب، ولكن فيما بعد بدأ يدرس بجد ونشاط، حيث أنه بدأ رحلته الدراسية في دراسة اللغات وما يتعلق بها، ثم انتقل لدراسة العلوم المختلفة والأدب والفيزياء ومواضيع أخرى كثيرة، فقد أنهى 600 مجلد خلال 4 سنوات. ثم في السنوات اللاحقة درس الإنجيل وتاريخ الدين، وفي السنوات الأخيرة ركز دراسته بشكل كبير على الطب والفيزياء والفلسفة والأدب. في هذه الأثناء تراجعت ثروة المصرفي، وأدرك أنه خسر الكثير من أمواله، وأن تسديد الرهان سيؤدي إلى إفلاسه. ولكي يحمي نفسه من خسارة أخرى، قرر المصرفي قبل يوم واحد من انتهاء 15 سنة المتفق عليها قتل المحامي، وبذلك يتهرب من تسديد قيمة الرهان. ذهب إلى الغرفة التي يحبس بها المحامي لكي يقوم بقتله، فلم يجده، ووجد رسالة على الطاولة مذيلة بتوقيع المحامي يقول فيها إنه في الفترة التي قضاها في السجن تعلم أن يحتقر الماديات ويعتبرها أشياء عابرة، وأن المعرفة أهم من المال، ولهذا فإنه يتنازل عن مال الرهان.